نجيب واحده يا لوشة كمان. انا من اول الشارع معاك لسه ولا عزمت عليا حد. يا عم انت ضررني خلقه، انت حتى في الاكل ضررني. مش عايز يا يا عم خد حبايب قلبي. صباح الفل يا لوش. صباح الفل يا بلوش. يا لولا. شكرا يا عموش. الراجل جاي ولا هيعمل ايه يا عم تايسون؟ تامر المفروض داخل علينا بالشيكات. الله يسهل لكم. عاملين مصلحه انتم من عم تايسون هيرضيكوا عشان الشيكات. هم 50,000 جنيه يا عم لوشة. قول. الدنيا ناشفة قوي يا لوشة. يابا احنا في اي حاجه دايسين، احنا لاقيين فلوس. 50 60 20 يا لوشة طالما حلال الحمد لله. هو ده اهم حاجه الحلال. طب ايه؟ مفيش اي حاجه جايه علينا ولا كلها في المستخبي؟ قول لهم يساعدوه. بقول تعالى يا تامر تعالى. تعالى. ايه يا حاج تامر؟ ايه القصه؟ يا عم لوشة، عم تايسون عليه شيكات بمليون جنيه، عاوز يديني أرض ب 800,000 جنيه. يرضيك ال 200,000 يروحوا عليا أونطة؟ ايه رايك يا عم تايسون؟ يا معلم انا مش هبيع اقل من مليون، وانت عارف الدنيا بتزيد، يا اما يصبر عليا. يصبر عليه يا عم لوشة ويصبر عليك كتير. هو في ايه يا جوده؟ انت بتزعل الراجل يا عم ليه؟ هو مش اخونا الكبير قاعد؟ بس يا عم احنا لسه بادئين القعده، انا مش ناقص جنيه. هو لازم تحليل الفلوس وخلاص على الراجل اللي جاي ضيف؟ ما تجننيش، انا اتجننت منك. احنا لسه بدايه القعده. ها باشا موزة تامر. ولا يهمك يا معلم لوشة. ماشي، انتوا جايبيني انتوا الاتنين عشان خاطر احكم بما يرضي الله. حصل يا عم تايسون؟ حصل يابا. يبقى الحكم اللي انا هقوله بعد اذنكم يمشي على الكل برجوله وجدعنه، مش عايزيني اقوم اخلع. امين. ما تتكلمش وانا بتكلم بعد اذنك، انا بعرفك اهو عشان ما تجننيش. بص يا عم تايسون، احنا هنقسم البلد نصين، انت 100,000 وعم تايسون 100,000، يعني الارض هتبقى ب 900,000. يبقى انت هتديله 100,000 جنيه يا عم تايسون عشان الشيكات ام مليون جنيه. امين؟ امين يا راجل. امين يا راجل. وأنا تمام. امين. فين الحاجه بتاعت الراجل يا عم تايسون؟ عيوني يا عم معلم. ماشي. ومعايا رز. فلوس فين يا تايسون؟ ما تصبر يا عم، الواد بيجيب الفلوس. في ايه يا اسطى؟ انت الحنجره الديجيتال دي فرحانه بيها وانت عايزه يسمعك يعني؟ يا اسطى تعبتني يا عم، خلي فيه اصول، الراجل كبير. فين الفلوس يا عم تايسون؟ تعالى يا ابني. 50,000 جنيه اهو معمول. 50,000 جنيه ايه يا عم تايسون؟ الأرض عاملة 900,000 جنيه وأنا ليا 200,000 جنيه. خلص وتصرف يا عم تايسون. انا متفق معاهم على 50. كمان 50 اقعد يا عم انت وهو، اقعد يابا. اقعد يا عم تايسون، سخنت الدنيا، اقعد اسمع بقى. هتحل، يلا حطيت نفسك معايا هتحل، واللي هقوله بالوصول هيمشي عليك. يلا كل مره كده. يا عم تايسون في ايه؟ ايه الخلاف اللي حصل ده؟ انتوا مش متفقين على كل حاجه؟ انا متفق معاه على 50. امال ايه؟ امال ايه يا لوشة؟ الارض 900,000 يا لوشة وانا اخد 200,000 جنيه يا لوشة. طب انا هتكلم معاكم عشان احنا كارت واحد كلنا. انت كده مش جاي في الاصول. انت متفق معاه على 50,000 جنيه، حصل؟ رد. حصل. طيب مالكش فيه يا اسطى، الارض بمليون ب 800 ب 900، انت ليك اللي اتفقت عليه، غير كده تبقى انت مش على السابق وانتوا على باطل ومبدأكوا جاي في خيانه. ما تنساش ان الراجل عندي. ها 50 50 احنا طايلين.
يلا يا عم جودة. نورت. 200 وهم 50 يا عم جودة. البونبونية بحبك يا عم يوسف. انا الحرام من الدينار اللي بحبك يا اسطى. ادي بس. بقول لك يا اخويا روش، شفت الفيديوهات مكسره السوشيال ميديا بتاعتك؟ بيقول لك الفتوه بتاع السيده زينب وعم السيده زينب، الفيديوهات مكسره الدنيا. مش فرحان. ليه يا اخويا طيب؟ ده خير. هقول الكلام ده يستفز ناس كتير، سواء بيحبنا او ما بيحبنيش. السيده زينب ملهاش عم، السيده زينب ملهاش فتوه. السيده زينب بولادها الكبار وولادها الصغيرين، هي دي. فانت الخبر ما فرحنيش، وفي ناس هتزعل وتتضايق، وانا بتبرى من الكلام ده. انا اقل حد في بلدي بس. بقول لك يا شيماء، هناخد الجراج في النهارده، الرجاله اولى. انا ست بس انا اتبهدلت واتمرمطت في الشارع، ده انا اقطع نفسي عليكوا واطلع احبسكوا في القس. الكلام ده مش هيصرف معانا وهينك في الشارع. هو في ايه يا شيماء؟ الخيب ولا ايه؟ شغل بره وجوه ده مش معانا. خلاص يلا وخلي عجلك من هنا. انتوا بتتكتروا عليا عشان انا واحده ست، فاكرين ان انا ماليش ظهر؟ انا هوريكوا دلوقتي، خليكوا ساعه واقفين هنا، انا جايه لكم تاني. احلى مسا عليكم. جيبها لبر البت دي. مش عارفه الدنيا عاوزه مني يا رب، مش عارفه اعمل ايه واروح فين يا رب. خد. ايه يا بنتي في ايه؟ مالك بس؟ مفيش. الركوده والرجاله خدوا مني الموعد. اوديك المعلم لوشة هيحل لك كل حاجه. الله يبارك لك، الهي ينجيك وديني ليه، انا بقالي كتير عاوزه اروح له ولسه اشوفه ونشوفه، بس مش وديني ليه ونشوفه. ايه ده لوشة؟ ربنا يخليك يا عمي تايسون. ايه ده لوشة؟ الهي ينجيك وديني. ايه طيب في ايه بس؟ في ايه يا اختي؟ في ناس خدوا مني الموقف، واحد اسمه جودة وناس معاه خدوا مني الموقف. انا عارفه ان انت ما بتسيبش حق الغلبان، تعالى معايا ما تسيبنيش. طب اسمعيني، انا معاك اسمعيني يا اختي. ماشي. الناس دي حد جرحك او مد ايده عليكي؟ لا، هم قالوا لي يلا امشي من هنا وضربوني، قالوا لي يلا امشي من هنا، زعقوا لي بس. طيب انت شكلك بنت ابن راجل، انا راكب معاكي في الحوار ده برجوله وجدعنه. الله ينجيك، الله ينجيك يا رب، الله ينجيك. ايه الشباب البرتقالي دي مخليه الناس تشوفنا غلط بالشعرايه اللي انت حاططها في دماغك. يا دي موضه يا موضه. مش هتجيبها البر، اتفرج يعني. انا جاي اتكلم برجوله وجدعنه. الست دي شقيانه، بتاكلها بالحلال، ما بتاكلهاش بالحرام. ب100 راجل لادد معاكم تسيبوا لها الجراج، امين. مش لادد، انا راكب في الحوار ده وهنشوف ونلعب. ايه مش نادد يا اخويا. مين انت؟ انت يعني بقى البطل اللي جاي تتحمى فيه؟ انا الوشة بتاع السيدة زينب. لو ما تعرفونيش اسألوا عليا الصغير قبل الكبير. بتعامل برجولة وجدعنة مع أي حد، لكن لغاية الغلبان أنا هتعامل معاكوا شارع وهقطعكوا وهخليها تقطع نفسها عليكوا وتعملوا قضية وتحبسوا. ها إيه الكلام؟ ايه ده؟ هو انت لوش بتاع السيده زينب؟ انت مش بتاع الرجوله والجدعان بيحل اي مشكله. علامه الاكس اهي بتاعت الحلات الاكس. هو الكارتين ده مش غريب عليا. انا قلت كام من الاول؟ صباح الفل. بس انا شايلاه. شوف بلطجه شويه. تعالى يا اسطى، ست جدع وب100 راجل وبتاكليها من حلال، فربنا يجيب لك اليوم معاك. وانت ربنا يجعلك منصور دايما بامر الله يا رب. بس تشكري وسليمه لله. عايزه حاجه؟ الله يبارك لك.
تعالى يا اسطى. صباح الفل يا رجاله، مظبوطه. صباح الفل عليك. قاعد يا ابن العيال الصغيره دول. انت وين؟ في ايه؟ ابوك وامك بيعيطوا. مصاريف مصاريف مصاريف، هيجيبوا لك منين؟ البلد غني الطبيعي، ما هو العالم كله بيغلى، يبقى نقول يا رب. يبقى الكلام خلص مع ابوك وامك انت وهو في المصاريف. خد يوم. انت امبارح عليت صوتك على امك، حصل؟ ليه؟ عشان خاطر طلبات، ما تستحمل. ارجع. ايه يا اسطى؟ كروت كروت كروت، هتجيب لك منين كروت هي كل شويه؟ وانت يا عم ابوك راجل شيخ بينزل يصلي، انت تصلي معاه. خلاص يابا، شيل ايدك من جيبك. ممكن بعد اذنكم نبطل مصاريف شويه؟ عشان خاطر بابا وماما الدنيا ضيقه معاهم قوي. الشوكولاتة يا بابا. انت بتطلبي شوكولاتة كتير من بابا وماما ليه؟ المصاريف زادت، ممكن ما نطلبش شوكولاتة كتير؟ ها؟ ممكن؟ ماشي يا موسى. استنى يا اسطى. خد. عايز حاجة انت كمان؟ استنى يا اسطى. خد. يا عم عبده، مش قلت لك نفرش هنا تدفع عرضيه عشان المحل؟ اخلص عشان ما نملكش الحاجه في الارض. النبي انا راجل كبير ومعايا ابني بيتجوز والنبي. معلش انا ما بعيش، ده رزق. رزق بعتولي ربنا، الله يسترها معاكم. سيبونا ناكل عيش، سيبونا ناكل عيش والنبي. النبي سيبونا ناكل عيش. ولا تاكل عيش ولا تاكل بطيخ. يلا يلا. الحقني يا لوشا بقى. الحقني يا لوشا، جودة مش عايز يخليني اقف يا عم لوشا. هو هعمل له ايه؟ هعمل له اجيب له منين؟ اجيب له منين يا عم لوشا؟ انا معيش لجودة. طب خلاص هات جودة دلوقتي. يلا. تعالى يا عم. هدى، كلم المعلم لوشا. مش هكلم حد. طيب انت كده اللي جبته لنفسك. كنا رحنا لوشا، ربنا يستر بقى. معلم لوشا، جودة مش عايز يجي وكده بيبدأ يفتري. يلا بس تعالى. تعالوا يلا. انتوا هنا مع العيال الصغيرة. حاضر يا عم موسى. حبشي جالك قال لك كلم لوشا، ما جاتش ليه؟ رد. انت يا لوشا تقعد تقول للراجل الصغير والراجل الكبير. لا في راجل كبير، في راجل مريض،
اللي يبقى عندنا احساس ودم، راجل شقيان، راجل بيصرف على رجله، يبقى في احساس بقى ولا هي النخوه نادي. يبقى بالاصول والرجوله الراجل ما يتخدش عليه ارضيه. ايه جايين في لعب امين ولا تتكل على الله، واحترام الراجل الكبير واجب. رسمي. ماشي كلامك يا لوز، ماشي كلامك يا لوز. الراجل الكبير حبيب قلبي، تأمرني بأي حاجة تاني يا راجل يا كبير يا اللي على راسي. ربنا يكرمك ليه يا ابو شهاب، ربنا لو يسترها عوزت معاك. أي حاجة يابا تحت أمرك. الله يكرمك يا ابو شهاب، يسترها معاك. يلا يا ريس. صباح الفل يا رجالة. بص لما بتبقى فايق يبقى شكلك حلو ازاي. ولا بتقلب ولا بتعصب. طول ما انت فايق ما بتشغلش دماغك. يا مش سعيد، مش عايز تقول حاجة أنت كمان؟ لا بس ما خلاص يا جدعان، طلع الورق يا عم. يلا يا عم. شوفوا كده الكلام عقبال ما أخش الحمام. هو معلش انت اللي تفوقش اليومين دول. يلا. روشة ضرب بودرة. كده يبهدل نفسه. فين الورق يا جدعان؟ يا لوشة في ايه؟ الورقة ايه؟ ده نسيتنا ولا ايه؟ انا ما نسيتش ولا حاجه يا عم بوده، بس انتوا كده مش على السليم معايا. اوعوا تفتكروا ان انا قاعد فاصل، انا دريان بالحوار كله. انا ما خفتش يا عم اسكندر، انا بستر ربنا ثابت على الارض وانتوا عارفين. يلا ماشيين يا سعيد. عاجبك الكسره اللي انت كسرتها لي تحت دي؟ عاجبك المعاناه اللي بتعاير بيها وانا وامك في الشارع بسببك؟ يا عم اتبروا مني يا عم، مش عايزكم. يا فهمان، انا وامك لو اتكسرت انا مستقبلي هيضيع، امك هتكون بحسرتها عليك. انت فضحتنا. مدفوع يا عم انت، مدام عاملك غريب، مش بصرف عليكم خلاص. انت بتعايرنا انا وامك يا لوشة؟ تشكر يا عم. معلش يا اخويا غصب عني، صدقني لما باخدها ببقى مش داري بأي حاجة، ولو ما استحملتنيش مين اللي هيستحملني؟ اوعى تعرف امك اي حاجة يا سعيد. ايه يا ولاد؟ بتشوفوا علي كده ليه؟ لا مفيش حاجة ياما،